السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ النهاردة هقدم لكم طبق يفتح النفس، طبق البتنجان المخلل باللون والطعم واللمعة والدقة بتاعته. أول حاجة هنا أنا جايبة البتنجان بتاعي صابح. بعرفه ازاي؟ بعرفه من العنقود بتاعه لما يكون أخضر وفيه لمعة. هنبذل بقى بالسكينة، هنعين العنقود الأخضر ده وبعدها هنفتح فتحة من النص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهنعمل دقة بإذن الله جميلة جدا هتودي البتنجان بتاعنا ده في حتة تاني. وعايزة تعينيه العنقود كده وتسيبيه بالطريقة دي، ده اختيارك انتي. في ناس بتعمله كده وفي ناس بتعمله كده. عندك البتنجالة الكبيرة اقسميها نصين، وهنفتح برضو الفتحة بتاعتنا في النص. وخلاص كده خلصنا كمية البتنجان. يلا بقى الفلفل بتاعنا الجميل، هعين العنقود الاخضر وهعمل فتحة في النص. طريقة البتنجان دي تحفة، اعمليها بإذن الله هتعتمديها هي والدقة بتاعتها. وهقول لكم على سر اللمعة بتاع البتنجان بتاعنا اللي احنا شفناه في اول الفيديو. بس يا حبايبي اللي بيشوفني لأول مرة ما ينسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة، وشكرا على كل اللي حط لي لايك واشترك لي في القناة. وخلاص كده خلصنا الكمية بتاعتنا. هنجيب طاسة على النار وهنحط فيها كمية كده حلوة من الزيت، وهنبدأ نحط البتنجان بتاعنا هنقليه. هنزل بكمية البتنجان بتاعنا وهنقلب فيه لحد ما يحمر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده ونقلب تقليب مستمر علشان كل البتنجان بتاعي يستوي. انا بطلع البتنجان بتاعي ونصفيه بالمصفى زي ما انتوا شايفين، بس ما بحطوش على مناديل ورق ولا في مصفى عشان يحتفظ باللمعة بتاعته اللي انتوا شايفينها دي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصنا البتنجان هننزل بالفلفل، هياخد لون ومش عايزين نغمق لون الفلفل بتاعنا. خلاص هو كده، وهنطلعه مع البتنجان. ويلا بقى الدقة بتاعتنا الجميلة. ما تنسانيش في اللايكات يا اجمل واحلى متابعين. وهنقطع الفلفل الاخضر مع فلفل احمر. الفلفل الاحمر ده بيدي لون بقى للدقة وطعم جميل. عايزة تستبدلي الفلفل بفلفل رومي تمام. وهنزل بقى على التوم وهنضربه في الكبة، وبعدين هننزل بالملح. نظبط الملح بتاعنا كده، معلقة صغيرة من الملح معلقة من الكمون، وهنا حوالي كده معلقتين من الخل. وهننزل بليمونة كده نحصرها على الدقة بتاعتنا دي. من اجمل واحلى الدقات، طعم وريحة تجنن. اعمليها بالطريقة دي بسم الله ما شاء الله هتعتمديها. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. ويلا بقى نحشي الدقة دي بالبتنجان الجميل بتاعنا ده. هتفتحيها ونحط حبة كده من الدقة، نقدمه بقى مع الاكلات بتاعتنا جميل، في فطار في غدا. من اجمل واحلى اطباق المخللات. وكده هنخلص الكمية بتاعتنا. وخلاص قدمي طبق البتنجان الجميل ده وبالهنا والشفا. ويلا يا حبايبي اسيبكم في رعاية الله وامنه. وخلاص قدمي طبق البتنجان الجميل ده وبالهنا والشفا. ويلا يا حبايبي اسيبكم في رعاية الله وامنه.